واش بصح الذكاء الاصطناعي غياخذ بلاصتك في خدمتك؟ واش المستقبل ديالك في خطر بسبب الاي اي؟ غنبغيك ترتاح وتسمعني مزيان، ترخى وانت كتسمع لهذا الفيديو، حيت الهدف ماشي هو تولي قلق ولا تخاف من المستقبل ديالك. هذاك الخوف اون بيرمانونس من داكشي اللي جاي اللي حنا ما عارفينوش كيولد واحد القلق اللي قد يعيش معاك من اليوم حتى لواحد المده طويله، واحد النهار تلقى راسك ديبريسيف في اكتئاب ما فهمتش علاش. راه كل ما تحركتي في البريزون دابا كل ما كترتاح في المستقبل ديالك. دونك الهدف ديالنا انك ترتاح، تعرف فين حنا غاديين باش تعرف شنو خاصك دير. درنا واحد البودكاست انا وادم السبيسياليست ديالنا ديال الاي اي. الحلقه الاولى كان عليها بزاف ديال ردود الافعال اللي عجبني نشوفهم ونقراهم في التعليق في لي ميساج. كاين الناس اللي اول مره كيسمعوا هادشي ديال الذكاء الاصطناعي، واش بصح او حنا كنسمعوا به وصافي هادشي غيصدق بصح غادي يدير لنا شي تغييرات في المستقبل ديالنا. كاين اللي كونفيرماو داكشي اللي شافوه، وكاين اللي كانوا ضد شي حاجات قلتهم، شي جمل او لا ديزافيرماسيون اللي ما كانوش متفقين معاهم. وغالبا هادشي كيجي من المنطلق ديال ان المهنه ديالك كتحس بها في خطر، دماغك اوتوماتيكمون تيقول لك لا 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 هادشي ماشي بصح. دونك تطلق واحد لي زارغومون كيتصنعوا عندك في الدماغ باش يدافعوا على انه الفكره ديالك هي الصحيحه وداكشي اللي سمعتيه ما كاينش. الناس اللي كيقراو الميديسين وكالكو ميدسان كانوا بزاف ديال ردود الافعال، كانوا منهم اللي وي كيكونفيرمي وكيقول لك انا كنستعمل الذكاء الاصطناعي اليوم الى اخره وغادي ياخذ بلاصتو، ولكن كاين منهم اللي ما عجبوهمش بزاف د الحاجات قلناهم في ذاك البودكاست. بزاف منهم صيفطوا لي دي ميساج، كتبوا لي دي كومونتير في لو سونس باش يقولوا لي بحال داكشي اللي كنا كنقولوه غير تخربيق. سمحوا لي على هذه العباره، ولكن انا شفتها هذه العباره في كلكو ميساج كلكو كومونتير. قال لك سيدي ما يمكنش للذكاء الاصطناعي انه يرومبلاسي البشر. واحد الجمله بالضبط اللي كنتو ضدها او لا كانوا ضدها الناس اللي دابا كيقراو الميديسين غير كيضيعوا وقتهم. اللي كيقراو الميديسين كيضيعوا وقتهم. راه ماشي انا اللي قلت الجمله، قالها ايلون ماسك. تقدر تقول وانت كتفرج دابا في هذا الفيديو تاع ايلون ماسك راه كيخربق، راه حمق هذاك خاينه، راه بزاف الحاجات قالهم ووصل ليهم حققهم او لا وصل ليهم العالم. راه ملي كنقولوا ايلون ماسك كنهضروا على تسلا ديالو، السيارات اللي هي كهربائيه، سيارات ما فيهمش دخان، كنهضروا على طاقه نظيفه. واحد الوقت حتى فين كانوا كيهضروا الناس على سياره اللي هي الكتريك كانوا كيقول لك ما يمكنش تكون سبورتيف لانها محدوده الى اخره. غراس ايلون ماسك اليوم كنلقاو طوموبيلات الكتريك سبورتيف، طوموبيل اللي كدير لا ميزاجور ديالها تقريبا كل نهار بحال شي تليفون عندك، طوموبيل اللي دابا كتقدر تسوق بوحده، تمشي بوحده، طوموبيل اللي وانت في باركينغ بغيتيها تجي عندك هي اللي كتجي عندك، ماشي انت اللي كتمشي تقلب عليها. وبلا ما نهضروا على البروجي اللي بداه في امريكان اللي هو طاكسي بدون سائق. ايلون ماسك عاوتاني كيهضر على انه غادي يمشيو للمريخ، وراه دابا قال لك غيمشيو مليون واحد للمريخ. منين كيهضر هو على هاد الافكار راه في نفس الوقت كيديبلوكاو الملايير ديال الفلوس اللي غتمول هاد المشاريع. اليوم ايلون ماسك كيصيفط الصاروخ والعالم كامل كيشوف داك الصاروخ كيقد يتفرقع له في السماء، وصاروخ راه ملايير ديال الدولار، وهو راه خدام على الصاروخ اللي موراه حيت عارف ان هذاك كاين الامكانيه انه غيتفرقع. المهم في الاخر خاصو يوصل للهدف ديالو، يوصل للمريخ. وكاين مشاريع اخرين بحال واحد المشروع ديال انه بالمخ ديالك تقدر تحكم في البيسي اللي قدامك. هذه هو فكر في انه الناس اللي مساكن عندهم اعاقات يقدوا حتى هما يكون عندهم بيسي قدامهم وكيطلبوا منه شي حاجات يتواصلوا معاه غير بالعقل ديالهم. راه ملي كنهضروا على ايلون ماسك كنهضروا على واحد الشخص غادي يولي تريليونير، اول واحد في التاريخ ديال البشريه اللي غادي يوصل لواحد الحاجه سميتها تريليون دولار. مليونير هي انسان عنده مليون ديال الدولار. مليون ديال الدولار هو مليار ديالنا حنايا، مليار ديال السنتيم اللي هي 10 المليون ديال الدرهم. الا شديتي اوراق نقديه ديال الدولار وحطيتي وحده فوق وحده فوق وحده باش توصل للمليون ديال الدولار كنهضروا على امتار. وباش توصل للمليار ديال الدولار باش تولي زعما عندك 1 مليار دو دولار، هنا كنهضروا على 1000 مره داك المليون ديال الدولار. بزاف ما كيتخيلوش الفرق بيناتهم، يعني من امتار كتولي لدي كيلومتر. ونخليك تخيل شنو هي
1 تريليون دو دولار اللي هو 1000 مليار دولار. هادشي كله باش نقول لك انه ماشي اللعب، هادشي راه بزاف ديال الفلوس كتحط باش هاد الاي اي الذكاء الاصطناعي وهادشي كامل اللي هضرنا عليه لي بروجي كاملين منهم الروبوتيك اللي عنده علاقه مباشره مع الذكاء الاصطناعي غادي يلقاو بلاصتهم، غيلقاو بلاصتهم. وهنا فين غنقول لك واحد الهضره اللي تقدر ما تعجبكش، قالها نيت ايلون ماسك ماشي انا. الى وصلتي حتى لهنا في الفيديو فاعرف انك انسان كيهمك مستقبلك وبغيت تمشي بعيد، دخل وتابونا حيت غنهضروا على بزاف د المواضيع كيهموك، ودير لنا واحد اللايك باش تشجعنا وباش نكملوا في هذا الطريق، وشي كومونتير زوين. شوفك 2030 غيكونوا دي روبو كيديروا عمليات جراحيه، يعني لا فونكسيون ديالهم هي طبيب جراح ادق من احسن جراحي كاين في البشر في ذاك الوقت. وهذا الهضره تقد تجيك في شكل تجيك امبوسيبل، ولكن بغيك تشوف هذا الفيديو. هذا اكزومبل ديال واحد لو روبو اللي كيعرف يدير الجراحه ولا يخيط اي جرحه اي غرزه كما كانت البشره، كما كانت العمق ديالها، تعلمها هذه سنوات. دابا اي واحد عنده شي مجال خدام فيه اولا كيتسائل مع راسو هاد القرايه اللي كنقرا غتخدمني واحد النهار واحد الخدمه، ديك الخدمه واش غنلقاها؟ ياك ما غنلقى الذكاء الاصطناعي حيده. بغيتك تركز في هاد لابارتي حيت هنا غادي نشرح كيفاش مثلا هاد الروبو ولا كيعرف يدير عمليات جراحيه، وبغيتك دير لا بروجيكسيون يعني الاسقاط على الميدان ديالك. وانا غادي نعطيك اسقاطات على بعض الميادين من هنا للاخر الفيديو، غير ركز معايا باش كلشي فهم. غنبداو من المبدا الاول ديال الذكاء الاصطناعي، حيت بزاف كتفرجوا فيا اول مره كتسمعوا على هذا الموضوع اولا عاد هاد الايام كتسمعوا وانتم مجالكم بعيد على التكنولوجيا. واغلبيتنا في المغرب حنا مستعملين الذكاء الاصطناعي ماشي كنتجوه. كيفاش تولى هذا الشيء سميتو ذكاء اصطناعي؟ شوف بغيتك تفكر داك الوليد ديال عائلتكم، ولدك واقيلا ولا ولد اختك ولا شي واحد عندكم صغير، منين جبتوا له ديك اللعبه اللي فيها مجسمات خاصك تدخلهم في واحد الحفيرات، وكل حفره الشكل ديالها. مثلا الاسطوانه خاصك تدخلها في دواره ولا حفره مدوره، مكعب كتدخلوه في واحد الحفره اللي هي مربعه. وبغيتك تفكر منين داك الوليد الصغيور اول مره شاف ديك اللعبه ما فهمش شنو خصو يدير، وبقى كيحاول يدخل واخا عيط يتشرح له كيدير الاسطوانه في اي بلاصه ما كتبغيش تدخل. جات واحد اللحظه يا اما هو اكتشف ان الاسطوانه خصها تدخل في الحفره المدوره اولا انت عاونتيه. مهم فهم هذه القضيه هذه فين تيجي الوقيته ديال المكعب خصو يلقى له بلاصتو، كتجي سهل. وبالممارسه ولا اي شكل من بعد المثلثات النجمه الى اخره كيقد يدخلوا المجسم ديالو، ولات كتجيه اللعبه سهله وخصو يدوز لعبه اخرى باش عاوتاني يتعلم. هكا داير الذكاء الاصطناعي، هو ذكاء كيتعلم من الاخطاء. كتقول له ها الصحيح يقد يعاود يجرب ويعاود يغلط. كنشوفكم الناس اللي كتبوا لي في لي كومونتير ديك المره انه شات جي بي تي شي مرات كيغلط ليا في الجواب. راه منين كيغلط انت كتوريه كتعلمو طريقه اللي هي غلطه باش ما يعاودش يبقى يديرها. قبل من شات جي بي تي خصني نتفق معاك على البرانسيب كيفاش اصلا بدا الذكاء الاصطناعي. جوجل شدات دي بي سي وقالت لهم تفرجوا في يوتيوب تعلموا. مثلا شدات بي سي قالت لي انت غتفرج غير الفيديوهات اللي فيهم القطط، وانت غادي تفرج غير الفيديوهات اللي فيهم الطوموبيلات، انت غتفرج غير الفيديوهات اللي فيهم الاشجار. حتى ولاو دي بي سي كيفهموا شنو هي قطه، يعني شاف كاع الفيديوهات اللي كاينين في العالم اللي فيهم قطط، حتى ولا كيكون تعريف ديال القطه بحيث انه فين غيشوف قطه جديده غيعرفها قطه. وكثر من داك الشيء غادي يقدر انه يقترح عليك فيديو ديال القطه اللي ما عمرها ما كانت، هو صوبها وقال لك ها هي قطه. نرجعوا للمثال ديال قبيله ديال الوليد الصغير، ملي كتكون غادي معاه في الطوموبيل اللي قد يكون فيها كاميرا. الكاميرا اش كدير؟ غير كتشوف كتسجل، كتقد ترجع للور، كتقد تقطع با بلوس. ولكن الدري الكاميرا اللي عنده في عينيه كتعلم، كيبقى يشوف مجسمات السيارات حتى لواحد النهار كيكون تعريف. هادشي علاش واحد النهار كيشوف واحد الطوموبيل اول مره شافها في حياته انت براسك ما عمرك ما شفتيها، كيعرفها طوموبيل، ما كيقولش يا شنو هذا الشكل الجديد، لا، حيت شاف بزاف ديال الطوموبيلات في حياته اللي جعلوه يعطيهم واحد التعريف. ها كيفاش كتكون طوموبيل، اذا انت هذه سياره.
وبالممارسه ولا كيعرف شنو هي سياره صغيره، سياره كبيره، شنو هو موتور، شنو هو كاميون، شنو هي طياره. وليتي كتقول له رسم لي سياره غيرسم لك طوموبيل. راه بنفس الطريقه الذكاء الاصطناعي كيتعلم، والخطر هو انه من الذكاء الاصطناعي كيتعلم كيولي يدوز ايطاب اخرى، يدير من عنده من نور راسو، قد يبدع، يقد يكري. ابسط مثال هو تقدر تقول ليه صوب لي واحد القطه اللي جايه من واحد الكوكب اخر اللي عندهم تما القطط ما كيتمشاوش، يقد بسهوله يصنع لك واحد القطه غتشوفها قطه نتايا ولكن بالجناح ديالها وبكل شيء. والاخطر دابا هو انه ولا الذكاء الاصطناعي بوحدو كيحاول يحمي راسو براسو بلا ما يقولها له حتى شي واحد. يعني انه مثلا الكود ديالو الا بغى يحميه يقد ينستاليه بوحدو في بلاصه اخرى بلا ما يقولها لك. وشفنا في البودكاست الاول المثال ديال داك السيد اللي كان ذكاء اصطناعي وصل انه بغى يفضحو ويحط ليه واحد الايميلات سريه عنده، كان عنده محادثات مع واحد السيده في علاقه غير شرعيه، بغى يشوهو غير حيت فهم من خلال المحادثات ديالو انه باغي يديزانستاليه. ندوزو لواحد المثال اخر اللي كيوقع لنا كاملين وعشناه شحال من مره، هو فين كتدخل واحد الموقع وكتبغي تدخل المعطيات ديالك، واحد شويه يعطيوك واحد بحال لعبه كيقول لك اختار لي في هاد مجموعه ديال الصور اللي مستفين على شكل مربع، تيكونوا مثلا 9 ديال التصويرات، قول لي اين التصويرات فيهم بوطو ديال الضوء. بغيتك تخيل العدد ديال الملايين الا ما قلناش الملايير ديال البشر اللي دازوا من التجربه وجاوبوا على اسئله بحال هادو، وكلنا عند بالنا انه هذيك غير ايطاب باش يعرفك واش انت روبو ولا ماشي روبو. الوغ كو الهدف الثاني الخفي اللي ما باينش هو اننا كنعلموا الذكاء الاصطناعي شنو هي شجره، شنو هو بوطو، وشنو هو فروج، حتى كيولي الذكاء الاصطناعي كيفهم شنو هي بوطو، شنو هي شجره، شنو هو فروج، وشنو هي بزاف ديال الحاجات اللي حنا اختاريناهم وريناهم له، علمناهم له. شكون حنا الملايير ديال البشر اللي استعملنا هذه المواقع. حيت الذكاء الاصطناعي فيه واحد حاجه خطيره، هو انك فين كتعلم واحد كيتعلموا كاع الذكاءات الاصطناعيين كاملين. يعني انت ملي كتعلم شات جي بي تي ديالك راك كتعلم كاع شات جي بي تيات ديال العالم. واش خبارك انه هذه سنوات وحاليا كاينين الناس اللي كيخدموا واحد الخدمه اللي هي كيجلس قدام بيسي نهار كامل وكيبقى يقول للبيسي هذه التصويره ديال الشجره، هذه التصويره ديال القطه، هذه ديال السياره الى اخره. كيعلم الذكاء الاصطناعي شنو هما الاشكال. ناس كيتخلصوا على هذه الخدمه، كاين ناس اخرين عاوتاني كيتخلصوا على خدمه اخرى اللي عندها علاقه مع شات جي بي تي باش يتعلم اسلوب الجواب وباش يكون عنده الاجوبه الصحيحه. كاين ناس اللي كل نهار كيجاوبوا يدويا بواحد الطريقه مزيانه كيتخلصوا عليها باش يعلموا هذاك الروبو او لا يعلموا شات جي بي تي او لا داك الذكاء الاصطناعي كيفاش يولي كيجاوبك. كما شفتوا في البودكاست اللي بديناه انا وادم، راه ما بقيناش كنهضروا غير على شات بوت عادي كتسولو كيجاوبك، ولينا كنهضروا على دي زاجون ديال الذكاء الاصطناعي كتانستالي عندك في بيسي او لا التليفون وكتخليه يتصرف هو وانت جالس. يقدر يكوموندي لك، يقد يخلص بلا كارت بونكير ديالك، يقد يدير كل شيء بلاصتك بلا ما دير حتى شي حاجه. جربنا هذه التجربه انه كنعيطوا للناس، ولكن ماشي حنا كنعيطوا، كنقولوا عيط لهاد الناس كاملين قول لهم كذا 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 وكيوصل الميساج. وهنا غادي نتفقوا كاملين على هذه المهنه ولا واحد المهنه تشبه لهاد لا فونكسيوناليتي اللي قلت لك. الا كنتي كديرها حضي راسك وفكر في شنو غادي دير في المستقبل ديالك، لان هذه المهنه غادي ترومبلاصا كامله. هي السيبور، هذوك الناس اللي كيبقاو يجاوبوا في لي سونتر دابيل او لا كيعيطوا لناس اخرين في لي سونتر دابيل. راه الا حطينا ذكاء اصطناعي حداك من دابا شي شويه راه ما يمكنش تغلبه. هو كيعرف يهضر بحالك، كيفهم بحالك، وفين كيقلب على الحل يقد يكون احسن منك. واوعر حاجه فيه بالنسبه ليه هو انه ما كيملش، يعني تعيط له الحاجه يمشي معها دقه دقه تلقى الحل. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا الحمد لله هادشي ديال الذكاء الاصطناعي عنده علاقه مع لي ميتيي اللي هما في الديجيتال، يعني عندهم علاقه بالبيسي، عندهم علاقه بانترنت، راكم غالطين. انا غنقول لكم شنو اللي غيتاثر مستقبلا. غنبداو بالمهن اللي بصح عندهم علاقه مع البيسي ومع الديجيتال، لي سونتر دابيل، لا سيزي ديال لي دوني، لا كونطابيليتي، لا ريداكسيون داكtualité، ديزاين والغرافيزم، لا ترادكسيون، سيرفيس كليون، تريتمون ادمينستراتيف، لو كونترول اي لانسبكسيون، وحتى دي طاش اللي تيكونوا روتينيير في الشركات ديال الصناعه. ايلون ماسك عاوتاني قال لهم انه غادي يكون في كل دار روبو. هذا الروبو
كيفهم علاش، حيت فيه ذكاء اصطناعي هو مطعم به، كيبدا يريزوني، كيفهمك الا بغيتي تقول له شي حاجه، كيفهم شنو المقصود من الهضره ديالك، كيعاونك في لي طاش، يعاونك في البيبي ديالك، يعاونك في الكوزينه، يعاونك في الميناج، وكثر من داكشي منه راسو يقد يدير شي حاجات. وهنا غنرجعوا للفيديو ديال قبيله ديال هذاك الروبو اللي كيدير عمليه جراحيه ببراعه. الا كتقول هادشي ماشي بصح ولا هادشي ما لا حنا البشر الى اخره، غنسولك واحد السؤال، هادشي بعدا ديجا كاين ومازال غيكون كتر. سؤال مباشر، الا كانت صحتك ديبون دو هذا الروبو، يعني الا جا واحد النهار لا قدر الله وكانت صحتك ملعوبه بين انك غتوافق ولا ما غتوافقش ان روبو اللي غيوبيريك، غتوافق ولا لا؟ الصحه ما معاش اللعب. الا ولا روبو غادي يكون احسن من بشر في واحد العمليه جراحيه سيدي، شكون اللي غادي نمشي عنده باش يعتقني؟ يعني كاين واحد الواقع الا بقينا غير كنتعنكشوا معاه وكنشدوا معاه الضد غادي غيغلبنا. اللهم نمشيو معاه ونعرفوا نستعملوه. كنعرف اطباء واعرين اصدقاء اللي هما شحال هادي حتى قبل من الذكاء الاصطناعي كانوا ديما اجور، ديما كيشوف اخر ما كاين، ماشي حيت سالا قرايه ما كيبقاش يجدد. ودابا هما اجور مع الادوات او لي زوتي ديال لانتيليجونس ارتيفيسيال، كيستعملوهم في تشخيص الامراض وفي لي ريكومونداسيون. وكثر من داكشي انا كنكون معاهم في حوار تيقول لك ما كرهتش واحد لوتي كيديتيكتي مثلا واحد الحاجه قبل من الوقت الى اخره. انا شخصيا الفكره عندي ديالي انايا انه الذكاء الاصطناعي هو خصو يطور لا سونتي، لان الصحه بزاف الامراض كنكتشفوهم معطلين، بزاف الناس كيمشيو لينا غير لان شي واحد ما شافش شي حاجه. وبالنسبه لي الذكاء الاصطناعي خصو يستعمل في مجالات اخرين بحال الصناعه، في الطقس والفلاحه، في بزاف ديال الحاجات اللي غادي يزيدوا بينا القدام وغادي يعتقونا وغيكونوا لنا موارد جديده. حاجه اللي بصح انا قد ما نكونش متفق معاك وهادشي فاش غاديين دابا تيتسابقوا الشركات الكبار في ميريكان وحتى الشركات اللي كينافسوهم بلدان الاخرين، غاديين في انهم يربحوا الفلوس بواحد الطريقه اللي انا بالنسبه لي ما مزياناش بزاف، وهي اللي كتخلع. يربحوا الفلوس بانهم ما يبقاوش محتاجين البشر يخدموا عندهم، يعني يرومبلاسيو كاع المهام ديالهم بواحد الذكاء اصطناعي اللي غادي يدير كلشي. هنا فين كاين الخطر. عاوتاني واحد ليتود عندها علاقه مع الميديسين، دراسه كتقول انه المردوديه ديال الطبيب بوحده بدون ذكاء اصطناعي اقل من طبيب زائد ذكاء اصطناعي. ومع الاسف ولكن في صالح المريض خرجت دراسه جديده كتقول انه الذكاء الاصطناعي بوحده غيكون افضل من طبيب زائد ذكاء اصطناعي. كنعرف دابا اطباء جراحيين اللي كيستعملوا دابا الات دي روبو باش يديروا عمليات جراحيه دقيقه جدا. الروبو غادي وكيولي ادق من البشر في العمليات. يعني الروبو اللي كيخدم به الطبيب الا كان مطعم بالذكاء الاصطناعي غادي يتعلم كاع الطرق باش يعالج كاع دوك الجراحات اللي كيعالج قدامه، غادي يشوف بزاف ديال لي كا، دونك غيتعلم بزاف ديال لي كا، وكثر من داكشي كيبارطاجي المعلومه مع كاع الروبويات العالم. يعني مع الوقت غيولي الروبو غير كيقول ليه الطبيب سير دير عمليه غيمشي يديرها. راه ما يمكنش ما يجيش واحد النهار اللي الروبو ما يقدرش يدير عمليه بوحده، لان الاهم عندنا هو الروح، هو داك الانسان اللي مريض ابره. علاش ركزت لكم على الميدسين؟ لان انا شخصيا تصدمت من انه واحد النهار الروبو يقدر يدير عمليه. باش نكونوا متفقين، حنا عندنا خصاص كبير في الاطباء لا في المغرب ولا في العالم. يعني الطبيب ديما غتكون المكانه ديالو، غتكون بلاصتو، غنحتاجوه، غير هو غادي يكون المستقبل في يد الاطباء اللي هما كفؤ، اللي هما واعرين. لان الا كنتي عادي في اي مجال قضيه حامضه، وانا غنشرح لك مجالات اخرين. حاجه اخرى، لا سونتي هي واحد الدومين اللي كاع الشركات الكبرى كيتسابقوا عليه، وي فيه فلوس وماشي هذا هو السبب الوحيد، السبب الاخر هو البقاء ديال البشريه. دونك الشركات الكبرى ديال الذكاء الاصطناعي في العالم كامل والغوبوتيك راهم منيشين على الطب وعلى لا سونتي بصفه عامه. الهدف ديالهم هو ان الانسان يعيش اكثر ويكون تشخيص مبكر للامراض المزمنه. ندوزو دومين اخر، الغوسيكلاج. كنهضروا على المصانع اللي مثلا خدمتهم هو انه فين كتعطيهم النفايات كيعرفوا يخرجوا منهم مواد اللي كنعاودوا نستعملوها، كيتسمى الغوسيكلاج. واش فراسك ان اليوم كاين مهندسين دي زانجينيور قدهم قداش كيتخلصوا خلاص كبير، خدمتهم هو انه كيعلم البيسي او الذكاء الاصطناعي اشنو هي ميكا، اشنو هي كارطونه، اشنو هي كتاب، اشنو هي قرعه ديال الزاج، وشنو هي حديد، وشنو هي بزاف ديال الحاجات.
يعني ملي تتكون دايزه ديك السمطه وفيها بزاف ديال النفايات، كتكون واحد لا كاميرا انتيليجونت اللي تتكون كتصور داك الشيء بالمباشر، وهو كيكليكي كل مره على هذه ميكا، هذه قرعه، هذا كتاب، هذا كارطون، باش من بعد كيتفرق داك الشيء على حساب لا كاتيجوري. وكاين شركات اللي بداو كيخدموا بدي روبو اللي هما فيهم الانتيليجونس ارتيفيسيال. اليوم هذا الروبو ولا بالكاميرا اللي فيه كيديتيكتي كل ماده بوحدها وكيعرف يفرق كل حاجه بوحدها. وهذه الخدمه كيديروها بزاف ديال الشركات في نفس الوقت في العالم كامل، كيعلموا دي روبو او الذكاء الاصطناعي انه يدير لا سيليكسيون ويعرف يفرق بين المواد، وبالتالي كما قلنا قبيله المعلومه كتولي بارطاجي عند كاع دوك الذكاء الاصطناعي. ميدان اخر ولا ماتي واحد اخر اللي هو مثلا توبوغراف، راه دابا دغون ايكيبي بالذكاء الاصطناعي وبالكاميرات لي كابتور الى اخره اللي خاص كافي باش يطير في 5 دقائق يعرف كاع المعلومات اللي كتخص واحد الارض فلاحيه. المهندسين المعماريين انا كنتعامل مع دي زاركتيكت شي مرات كيعطيني ان بلون كنمشي نبدلو بشات جي بي تي، وفين كنمشي عند هذا الاركتيكت كيقول لي انا راه كنستعمل دي زوتي ديال ليا. طبعا ماشي اجي واستعمل، ما يمكنش مثلا ندير اوتوريزاسيون ديال واحد الارض باش نبنيها بداك لو بلون اللي صوبت انا بالذكاء الاصطناعي. هادشي علاش هاد المهن كاملين مهن كثار في المغرب ضروري من التقنين. يعني كاين واحد القانون، كاين واحد الورقه، ما يمكنش مثلا الفارماسي دير لك الدواء وانت جايب واحد الورقه منك راسك، يعني باقي خاص التدخل البشري. نتوما كتعرفوني انا خدمتي هي نوجه الناس وناكومبانيهم في الاختيارات اللي كيديروا، لا من ناحيه قرايتهم ولا من ناحيه خدمتهم الاولى. واخ وهذا التساؤل اللي دابا عندك دابا جالس كتقول مع راسك ناري المهنه ديالي ولا الدومين ديالي ولا شنو هما الدومينات اللي ما غيتاثروش بزاف، راه هذا هو اللي عايشو انا كل نهار. كندير انا وليكيب ديالي ديما دراسات وديما كنشوفوا لاكطواليتي باش نجيو نقول لكم شنو كاين. بزاف ديال لي جون كيجيو عندي حتى ليكول باش ننصحهم ولا نعاونهم في مستقبلهم. انا خدمتي ماشي نقول ليه دير هادي، ولكن نوريه اختيار اللي فيه يقدر يتادابطا ويكون فليكسيبل. شنو هي لا فليكسيبيليتي؟ هي تكون مستعد انه الذكاء الاصطناعي ولا حاجه اخرى تقدر تبدل لك داك المهنه او الدومين اللي انت فيه وانت ما خصكش تاثر سلبيا. اخر مثال هو ديال سايبر سيكيوريتي. هذا دومين نصحت به علاش؟ لانه واخا كيخرجوا دي زوتي ديال السايبر سيكيوريتي اللي فيهم دي سوليوشن، ديما كتلقى واحد الهاكر خطير اللي غيمشي يلقى واحد الحل باش غادي يهاكي ديك لا سوليوشن. راه الدومين راه كنهضروا على خطوره على البنوك، على شركات كبار اللي المعطيات ديالها حساسه، على شي مرات الامن ديال البشر. يعني ديما خاصنا ناس واعرين في السايبر سيكيوريتي، واعرين حتى في الاي اي باش يكونوا عارفين شنو جاي يكونوا مستعدين لاي هجمه. وطبعا تقدر تقرا السايبر سيكيوريتي عندنا في سوبيم تاي، هضرت عليها مزيان في الفيديو اللي فات. سوبيم تاي ريكوني باغ ليطا، يعني كتاخذ ديبلوم ديال الدوله، وبزاف ديال لي بروفيل في السايبر سيكيوريتي غيكونوا مطلوبين مستقبلا في الدوله. ايلون ماسك اللي عزيز عليكم كاملين، واحد النهار سولوه قالوا له شنو هو المستقبل كيفاش كتشوفوا؟ قال لهم ما غتبقاش واحد الحاجه سميتها الخدمه، يعني الانسان ما غيبقاش يحتاج يخدم. كاين روبويات، كاين دي زاجون هما اللي غيكونوا خدامين بلاصتو، غتولي الخدمه اوبسيونيل الا بغيتي. وهنا كنشوف بزاف ديال الناس اللي التعريف ديال حياته هي شنو خدام. هذا الهضره اللي قال ايلون ماسك سواء كانت صحيحه ولا كانت اكزاجيري، خاصك تشوف انت فين غادي تكون من هنا لقدام بلوتو فورماسيون وتكون على بال. وفي واحد الحوار سولوا ايلون ماسك واحد السؤال، قالوا له وليداتك الا بغيتي توجههم شنو تقول لهم يديروا؟ بقى ساكت 12 ثانيه، تلونوا فيه في وجهه كاع الالوان، بقى كيفكر، عاد جاوب واحد الجواب. قال لهم انا وليداتي كنقول لهم ديروا ديما داكشي اللي كيعجبكم. هو براسو النظره ديالو في المستقبل شي شويه، ولكن الاهم من عندي هو انه دير داكشي اللي كيعجبك باش تكون فيه اكسيلون. حيت انا الا كان عندي واحد الحاجه متاكد منها هي ان المستقبل في يدين الناس اللي غيكونوا اكسيلون في الدومين ديالهم. وبالنسبه لي حتى لي ميتي الصغار اللي كيعتمدوا على قرايه قصيره حتى هما غياكلوا العصا مع الذكاء الاصطناعي. سام التمان سولوا واحد النهار في واحد البرنامج، قالوا له واش الاي اي الذكاء الاصطناعي يقدر واحد النهار يتقلب على البشر؟ عرفتي شنو يتقلب على البشر؟ يعني نوليو كنبانوا للذكاء الاصطناعي حنا غير زايدين على كوكب الارض ويحيدنا. بقى ساكت ما قدش يجاوب، وقال لهم انا ما عارفش، ولكن ما نقدرش نخلي دوله بحال الصين تسبقنا في التكنولوجيا.
يعني هذا الشيء كله في اطار واحد المنافسه بين الدول بين الشركات. ضروري ما غيكونوا ديفاي، ضروري ما غيكونوا مشاكل. بزاف ديال الميادين غياكلوا الدق، وانا عارف كاين بزاف ديال لي بارون كيتبعوني خايفين على وليداتهم على مستقبل وليداتهم. الحل هو النقاش ولا فليكسيبيليتي، ماشي الخوف وماشي القمع. نشرح لك. واش عقلتي شحال هادي من كان في الدار هذاك الكبير هو اللي كيحكم او اللي كيعطي المعلومه النهائيه وكيعطي القرار النهائي، تيكون جد او لا اب او لا شي مرات اليوم انا مع ولدي، راه ولدي اللي كيعلمني، ولدي كيعطيني بزاف المعلومات ما عمر ما كنت غنعرفهم. الفرق هو انه دابا انا متقبل تيجيني عادي ان المركز ديالي كاب هذاك لو دونور دو لوسون ما بقاش بحال شحال هادي، حيت المعلومه دابا ولات في لي ريزو سوسيو ولات بارتو. الحل هو النقاش، يعني لا انت ولا هو خص تناقشوا توصلوا حلول جماعيه. شي مرات يقد ولدك ولا بنتك هو اللي يجيب لك المعلومه اللي غتبدل ليه حياته. اعطيه مثلا يتفرج في هذا الفيديو، كونوا اجور بجوجكم، لان الا كلشي كان عارف شنو واقع كنقدروا نناقشوا حلول. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون فادكم شي شويه، وكنطلب منكم انكم تابوناو، تكتبوا لنا شي كومونتير وديروا لنا شي لايك، والله يوفقكم.